السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا ومتابعينا على قناتنا على اليوتيوب بسمارت تك. الفيديو النهاردة بإذن الله هنشرح ازاي انك تشغل دي في ار الهاي لوك على الموبايل بتاعك، وتقدر عن طريق الابليكيشن تفتح الكاميرات بتاعتك على الموبايل وتتابعها من اي مكان اونلاين بشكل بسيط بدون ما تواجهك اي مشاكل او عقبات. لان تشغيل الدي في ار الهاي لوك على الموبايل بيبقى فيه شيء من الصعوبة، وناس كتير سألتنا ازاي الطريقة علشان ما تقابلهمش اي مشكلة او يتقابلهم اي صعوبة او عقبة انهم يقدروا يشغلوه على الموبايل. بإذن الله هنقول كل التريكات اللي في الموضوع ازاي ان احنا نشغله على الموبايل بكل سهولة. تابعونا في الفيديو علشان تقدروا تشوفوا الدنيا ماشية ازاي، ونعرف نشغل الكاميرات بتاعتنا بكل سهولة على الموبايل. وطبعا ما تنسوش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان ده بيدعمنا جدا ان احنا نكمل، وبإذن الله توصلكوا كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا، يلا بينا نشوف ازاي نقدر نشغل دي في ار الهاي لوك او كاميرات الهاي لوك نقدر نشغلها على الموبايل بتاعنا، وهنتعرف على الابليكيشن وكل الخطوات اللي بنعملها على الدي في ار علشان نقدر نفعل الكاميرات على الموبايل بتاعنا. ياريت الكل يركز، واللي هيتوه مننا يكتب في ورقة وقلم علشان في بعض التريكات اللي احنا هنعملها ما تتوهش منك، لان هي دي الطريقة السليمة اللي هتسهل عليك التشغيل على الموبايل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنعملها هنبدأ نفتح القائمة الرئيسية بتاعتنا، هنضغط كليك يمين في أي مكان في الشاشة، وبعد كده المنيو بتاعتنا، وبعد كده هيطلب مننا الرسم أو النقش. هنرسمه زي ما احنا شفنا المرة اللي فاتت، كان حرف M زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده configuration، بعد كده نخش على network على الشمال، بعد كده platform access هنضغط عليها، وأول خيار هنفعله هيجيب لنا القائمة دي. طيب ايه القائمة اللي احنا واقفين عليها دي؟ القائمة اللي احنا واقفين عليها دي بتقول لنا حط الباسورد اللي انت هتفعل بيه، او الكونفirmation كود. الكونفirmation ده شيء مهم جدا، وناس كتير بتتلخبط فيه ويقولوا ازاي ان احنا هنحط الكونفirmation ونجيب منين الكونفirmation كود عشان نفعل الدي في ار والكلام ده كله. الكونفirmation كود هو باسورد، ما هو الا باسورد انت حضرتك بتحطه من دماغك. في ناس بتقعد تدور على الكرتونه او على التيكت او في الكتالوج على الكونفirmation كود، او بيدوروا على الاكونت بتاعهم اللي هم يعملوه على الابلكيشن ما بيقولوش كونفirmation كود والكلام ده كله. ولكن احنا بنجيب الكونفirmation كود دون من دماغنا، عبارة عن باسورد بنحطه، وهنعرف ايه هي مهمة الباسورد اللي احنا حطيناه دلوقتي في الخطوات اللي بعد كده. طيب حطينا الكونفirmation كود، وبعد كده علمنا على enable، وبعد كده بنديله اوكي او ابلاي. بعد الاوكي او الابلاي هيبدأ يخش معانا على القائمة دي اهو، بنديله ابلاي تاني ونستنى دقيقة، هنلاقي كلمة اوفلاين بقت معانا اونلاين. كلمة اوفلاين دي هتتحول اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، بقت اونلاين. خلاص كده بقت اونلاين، يعني كده الدي في ار بتاعنا اتفعل والكونفirmation كود تمام اللي احنا حطيناه. كل اللي علينا هنخش على جوجل بلاي، نحمل الابلكيشن بتاع الدي في ار. الابلكيشن بتاع الدي في ار اسمه جاردنج فيجن. جاردنج فيجن زي ما انا كاتبه لكم كده بالظبط على الفيديو، اسمه جاردنج فيجن. ودي نفس شكل الايقونه بتاعته من جوجل بلاي، بنحمله ايا كان على جوجل بلاي او على اب ستور. بنحمله وبنعمل عليه عضويه، وهنشوف دلوقتي ازاي بنعمل عضويه على الابلكيشن، وازاي بنفعلها، وازاي بنسحب الكود بتاعنا على الدي في ار. يلا بينا. دي شكل الايقونه حضراتكم معانا اللي هي بتاعه الابلكيشن بتاعه الدي في ار الهاي لوك، زي ما اتفقنا اسمها جاردنج فيجن، نفس الشكل ده كده بالظبط. بعد ما بنحملها من على جوجل بلاي او على اب ستور بنضغط عليها، بتفتح معانا الابليكيشن. بعد كده بنقول له تسجيل الدخول. الناس اللي اول مرة بتفتح البرنامج بنضغط تسجيل الدخول، وبعد كده بنقول له تسجيل حساب. بنعمل تسجيل حساب اللي هي موجودة هي في فوق كلمة تسجيل الدخول، في حاجة اسمها تسجيل حساب، ونسيت كلمة المرور. احنا بنضغط على كلمة تسجيل حساب. ماشي. بعد كده الانضمام الينا، يشور النقر، معرفش ايه الكلام ده كله، بنديله موافق. بعد كده بقول لك حط رقم الموبايل بتاعك اللي انت هتعمل عليه العضوية. بنحط الرقم بتاعنا السليم اللي شغال من غير الصفر، يعني هو كده كاتب لك فوق ايجيبت.
بلس 2 0 0 دي اللي هي قبل 12 او 10 او 11 ايا كان انت شغال على اي شبكة. يعني لو انا موبايلي 012 مثلا وليكن 012 بروح كاتب انا 12 على طول من غير الزيرو. 4 مثلا 5 7 8 9 10 0 أي رقم زي ما أنا عايزه، وبعد كده بقول له الحصول على رمز الأمان. بمجرد ما بضغط على الحصول على رمز الأمان بيبدأ يبعت لي رسالة فيها زي اكتيفيشن كود. باخد الكود دون عبارة عن 4 أرقام وبحطه في الخانة اللي هتيجي بعد دي، وبأكد معايا التفعيل بتاع رقم الموبايل بتاعي. خلاص بعد ما بأكد التفعيل بيقول لي حط الباسورد بتاعك اللي انت عايزه يبقى للابليكيشن بتاعك. بحطه وليكن مثلا من 1 ل6 او ايا كان الباسورد اللي انا عايز اعمله، وبيحولني على صفحة تسجيل الدخول زي ما احنا كنا موجودين كده في الاول خالص اللي هي دي. بعمل تسجيل الدخول برقم الهاتف، هتلاقيها تحت خالص. يعني الصفحة اللي قدامنا دي موجود تحت خالص فوق كلمة ايجيبت اهي، موجود تسجيل الدخول برقم الهاتف المحمول. بضغط عليها بروح كاتب هنا رقم التليفون بتاعي من غير الزيرو برضو وكلمة المرور اللي انا حطيتها، وبعمل تسجيل دخول. بعد ما بعمل تسجيل دخول بيجي لي الأيقونة فيها شكل العلامة اسمها بلس بنفس الشكل اللي قدامكم ده كده بالظبط. بنضغط على بلس أو علامة الزائد عشان نبدأ نضيف معاه الدي في ار بتاعنا. بنخش بقى على القائمة بتاعة الدي في ار بتاعتنا زي ما اتفقنا، كليك يمين في أي مكان فاضي في الشاشة وبنضغط على configuration. بنضغط قصدي على منيو الأول، بعد كده بنحط الباترن أو النقش بتاعنا عشان نخش على القائمة الرئيسية. بعد كده بنضغط على configuration، بعد كده نتورك من على الشمال، وبعد كده بلاتفورم اكسس زي ما اتفقنا برضو في الخطوات اللي احنا شرحناها في نفس الفيديو. هيقوم جايب لنا نفس الشاشة دي كده بالظبط. الشاشة دي اللي فيها الكود اللي احنا هنسحبه. الكود اللي احنا هنسحبه هو الكود اللي تحت على الشمال اللي شكل الكيو ار كود، بيبقى شكل زي بصمة او كود مشفر. لما بنضغط على ايقونة البلس اللي على الابليكيشن عندنا على الموبايل بيفتح لنا كاميرا الموبايل. كل اللي احنا علينا نوجه كاميرا الموبايل على الكود ده اللي قدامنا بالظبط، هيبدأ يسحب معانا الكود، وبنكتب اسم الجهاز اللي احنا عايزينه وبنديله اوكي. هتلاقي الكاميرات اشتغلت معاك على الموبايل في اقل من لحظة. طبعا احنا شارحين قبل كده ازاي نشغل الكاميرات على الموبايل على دي في ار تاني، ولكن كلها فكرة واحدة. لو حابين نراجع الفيديو هسيب لكم برضو اللينك في الديسكريبشن تحت. هتلاقوا الشرح بتاع التشغيل على الموبايل على الفيديو خاص بيه بدقة وبتفاصيل اكتر عشان تتعلموه صح. ونفس الكلام اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي انا سيبه لكم في الديسكريبشن ده هو اللي احنا شرحناه في الفيديو ده، ولكن اختلافات بسيطة في الاعدادات بتاعته هنقدر ان احنا نتعامل معاها. لحد هنا بينتهي الدرس بتاعنا عن طريق تشغيل دي في ار الهاي لوك على الموبايل او تشغيل كاميرات الهاي لوك على الموبايل اونلاين. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير كتير علشان الكلام ده بيدعمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.